في يا جماعة فنانة مشهورة، مش هقدر أقول اسمها. كانت جاية في بودكاست بتحكي إن هي مش بتعيط أبدا، مش بتنهار، ممكن بس تدمع من الفرحة، لكن مش بتعيط. ومن كلامها يعني نفهم ان ده بسبب ان هي بتدرس علم نفس وبتطور طول الوقت من نفسها. انا مش ضدها ابدا، ربما دي تجربتها الشخصية وتجربة تحترم، ولكن اخاف شوية انه الكلام ده يتسبب في نوع من انواع الاحباط للناس، لانه كلنا عندنا نوع من انواع الالم دايما في حياتنا، مفيش حد حياته ما فيهاش الم. هل انا لو رحت للدكتور النفسي وقريت كتير جدا في علم النفس وبقى عندي awareness اكتر، هل ده هيمنع وجود الالم في حياتي؟ الاجابة طبعا لا. مفيش اي حاجة هتمنع وجود الم في حياتي، وعلى فكرة وجود الم في حياتي مش حاجة وحشة، وده مش كلام تنمية بشرية خالص، لا بجد حقيقي يا جماعة، الألم مهم جدا زي جسمنا بالظبط. احنا بنحس بصداع عشان نعرف ان في حاجة محتاجة